السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في تم صحة وأحسن حال. شم نسيم بقى بكرة، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب. والبريوش بقى والبيض الملون والفسيخ بقى والرنجة، الحاجات الحلوة دي كلها. كل سنة وانتم طيبين. سمات كده حلوة موجودة، متعودين عليها، بتبقى جميلة كده لما نقعد كلنا ناكل مع بعضنا، بتبقى يعني حاجات طقوس حلوة وجميلة بجد. كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله بإذن الله البريوش. هنسمي الله كده. معانا كيلو دقيق، ومعانا كوباية لبن، يا لبن رايب يا لبن عادي، نص كوباية سمنة على زيت، نص كوباية سكر، 2 بيضة فانيليا، 2 معلقة خميرة كبيرة، رشة ملح، معلقة بيكنج باودر كبيرة. وطبعا الحشو هحشي بزبيب، انا عندي زبيب هحشي بزبيب، ومية طبعا نكمل بيها. هنسمي الله كده ونبتدي نحط المواد الجافة، الخميرة، رشة الملح، السكر، نص كوباية السكر، نقلبها كده. نعمل كده ايه، فتحة كده صغيرة في النص. البيض زي ما انتم شايفين، فانيليا على طول وراها، نص كوباية سمنة على زيت او زبدة، معلش البيكنج باودر، معلقة البيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر كبيرة اهي. نبتدي بقى نعجن ونكمل بالمية. اقلب برضو بالسباتيلا. ابتدي بقى اعمل بايدي، ابتدي بقى اعجن كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين عجنتها، خدتش حاجه، بس العجينه ما شاء الله حلوه قوي قوي. احطها بقى ايه تخمر. بس بقى اغطيها زي ما انتم شايفين، وايه نرجع مع بعض لما تخمر. زي ما انتم شايفين خمرت وبقت زي الفل اهي. هنحشيها زبيب. حطي بقى ايه زبيب، حطي مكسرات، بتبقى جميله قوي قوي. ما تحطيش حاجه خالص، بتبقى حلوه برضه.
يعني انا برضو ايه مش هحط كتير قوي. ممكن تحطي على العجينه وانت بتعجنيها، يعني بعد ما تعجنيها تلفيها فيها كده، بس كده تبقى من جوه احسن عشان ما تتحرقش. هنبتدي بقى نلفها كده اهو زي ما انتم شايفين عشان بس تشوفوها. كده ممكن الشكل ده. احطها كده تحتها الحرف الاخراني اهو. العجينه حلوه مش محتاجه كمان ان احنا نعملها بالمردانه، بس عشان ايه خلاص هي بصوا لوحدها حلوه اهي. بصوا مش محتاجه، ممكن بايدينا اهو. بس كده اهو. بتسويها بايدك يعني مش محتاجه. الترشية الاخرانيه دي كده دي ايه بصوا دي برضو حلوه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل ده حلو ازاي. زي ما انتم شايفين خلصت الصاج. سيبه بقى ربع ساعه وارجع له تاني ندهنه مع بعض البيض. كده انا قاعده ربع ساعه. خد الخمره التانيه، وطبعا انا جايبه هنا صفار بيض مع حبه لبن، وهندهن الوش بتاعه. بس كده احطه بقى في الفرن على 180. انا مولعاه بقاله شويه يعني ربع ساعه. ده الجزء اللي فاضل هدهنه برضو، قعدته برضو شويه كده. ده هحط عليه سكر، ده من غير حشو. احط عليه سكر يعني طعم مختلف كده من غير زبيب.
زي ما انتم شايفين البيروش طلع وشكله منور كده وحلو. حاجه كده جميله. وطبعا كام واحده اللي طلعوا مع دول كلهم يعني انت عارفين الواحده نفسها تشبع، يعني زي ما شاء الله يعني. وطلع احلى من بتاع بره مليون مره. زي ما انتم شايفين كده الظهر بصوا، يعني التسويه بتاعته حلوه جدا. بصوا طلع جميله قوي قوي وطري طري زي ما انتم شايفين. وده برضو شوفوا الظهر بتاعه حاجه كده اخر جمال، احلى من بره مليون مره. بصوا ولا محتاج يعني مجهود قوي ولا حاجه خالص، العجن كان سهل جدا يعني. افتح لكم واحده. بصوا طري من جوه ازاي، عامله زي القطنه او السفنجه. بصوا عامله ازاي، ولا معجن ولا اي حاجه خالص. زبيب في جوه، عايزين طبعا كتروا الزبيب تكتروا. بصوا هش ازاي. بصوا وطبعا زي ما انتم شايفين من بره اللون الجميل، مش محروق ولا اي حاجه خالص. طلع جميل قوي قوي. وفي نفس الوقت ما خدش وقت، والله ما خد وقت. هو بس حته التخمير، وقت التخمير بس اللي مخبره مرتين بس. لكن هو كعجن وكتشكيل ما خدش وقت. يا رب يكون عجبكم، وكل الايام تبقى اعياد، مش يبقى شم نسيم بس او العيد الصغير او المناسبات اللي المعروفه، تبقى ايامكم كلها عيد يا رب. ولايك وشير وجماعه الاشتراك يعني. يعني عايزين نكبر المواضيع كده. يا رب يكون الحاجه عجبتكم وحاجتنا تكون بسيطه وعلى قد الايد. لايك وشير وفعلوا الجرس وعشان وصلت وصولكم. ميرسي قوي. سلام عليكم.